السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الكلام نسمي بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. كلنا عارفين ان الليمون دلوقتي موجود في السوق، سعره حلو جدا جدا، وده انسب وقت لتخزينه ايا كان النوع اللي انت هتعمليه. الليمون موجود والفلفل برضو موجود. هنشوف هنعمل ايه مع بعض. احنا النهارده هنعمل ليمون ان شاء الله بخلطه، يعني هنحشيه، مش هنعمله مقفول، هنحشيه. هوريكم خطوه خطوه. هستخدم مع الليمون قرون فلفل الشطه، وهحط مع الليمون اللي انا هخلله فلفل. الفلفل ده اللي هيتخلل مع الليمون، لكن قرون الشطه دي ان شاء الله اللي هتبقى للخلطه. هوريكم هنقطع الليمون ازاي مع بعض. يلا بينا نشوف. هنقطع الليمونه ازاي مع بعض. بصوا بسم الله اهي. بصوا هنعملها زي الورده كده. بصوا اهي كأنك عملتيها بالظبط 4/4. اوريك واحده تانية. اي ليمونه تلاقيها طريه، تلاقيها فيها واخده جنب بني كده من الجنب، يا ريت نشي يعني ما تحطهاش. انا هوريكم كام واحده كده وانا هكمل الكميه كلها. الليمون يا جماعه جميل جدا جدا، بالذات بقى في الشتاء مع فتة العدس، ومع العدس بشعريه، مع البصاره، مع اي حاجه بصراحه بيتحط بايدهم. بصوا اهي فتحتها ازاي اهي. انا جايبه 3 كيلو ونص، 3 كيلو ونص ليمون. هقطعهم وهرجع لكم تاني. ودلوقتي ده الليمون بتاعي بعد ما قطعته اهو، فتحته 4/4 كده زي الورده. انا على فكره انا كنت قايله لكم ان انا اعمل 3 كيلو ونص، انا غيرت رايي، انا هعمل 3 كيلو عشان اقول لكم الكميه بالظبط اللي هتاخدها 3 كيلو، عشان لو حد هيعمل ما يتلخبطش. ودلوقتي هركن ده على جنب، وانا حاطه حله ميه على النار بتغلي، حله ميه كبيره فيها ميه. وبصوا ال3 كيلو ليمون هياخدوا معايا ربع كيلو فلفل قرون الشطه، وهحط انا بحبه حامي فهحط قرن واحد رومي. هعمل ايه في الفلفل ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هقطعه كده، بس انا غسلاه طبعا، وهحطه في الكبه من غير اي حاجه. هديله ضربه حلوه في الكبه وهرجع لكم. بس اقول لكم على حاجه عشان ممكن ما اعرفش يعني تروح معايا على البوتاجاز. انا هحط دلوقتي الليمون في الميه اللي بتغلي، هيقعد بالظبط حوالي 12 دقيقه، مش هيعدي ان شاء الله ربع ساعه، لان هو اصفر وطري، هو مش اخضر. واول ما يطلع من الميه هوريه لكم. وده الفلفل بتاعي بعد ما فرمته في الكبه اهو، جميل اهو، مش منزل ميه خالص. هركنه كده على جنب. وبصوا هجيب البوله بتاعتي، هنزل بيها في ايه؟ بتجيبي من عند العطار ب10 جنيه عصفر. بصوا اهو بسم الله. الكميه دي ل3 كيلو، وب10 جنيه حبه البركه. خلاص هتقلبي الاول دول كده حلو مع بعض. ودلوقتي انا قلبت العصفر مع حبه البركه مع بعض، وهنزل عليهم بالفلفل ده كله. والليمون فين؟ الليمون بيتسلق اهو. يعني الخلطه بتاعتي محتاجه ايه؟ حبه البركه وعصفر وفلفل حامي احمر. بصوا بقى بسم الله. ال3 كيلو ليمون هياخدوا بالظبط مج ونص ملح، مج ونص من الملح. خلاص اهو. انا هحط ايه تاني؟ انا هحط زعفران. الزعفران ده اختياري مش اجباري، بس هنمشي مع بعض خطوه خطوه. انا حبيت اقول لك بس الحاجه اللي انت ان شاء الله هتحتاجيها. خلاص وطبعا برطمان الليمون ما ينفعش من غير حبيبه الفلفل. انا دلوقتي الفلفل دلوقتي اللي موجود في السوق اللي هو الرفيع الجميل ده، بس حامي نار. انا كل اللي انا عملته غسلت الفلفل حلو وحطيته يتصفى، ومسكت الفلفليه من هنا كده انت بس ايه حرفها. خلاص. طب انا عايزه اعمل برطمان بشكل تاني. هعمل ايه؟ بصي قرن الفلفل هتمسكيه عشان يخلي شكله كده حلو، بكيرف كده تقطعي كده الفلفليه بالكيرف كده وتقطعيه عشان شكل البرطمان بس يبقى حلو. ماشي. وطبعا كميه الفلفل زي ما انت وراحتك، يعني مش هقول لك مثلا 3 كيلو بياخدوا نص كيلو فلفل، مش ممكن تكوني بتحبي الفلفل كتير والبرطمان عندك كبير فتملي فلفل. هنشوف بقى هنعمل مع بعض ايه. ودلوقتي اهو الليمون بتاعي قعد بالظبط على النار، لا ما قعدش 12 دقيقه بصراحه، وقعد ربع ساعه، قعد ربع ساعه كامله. بصوا اهو جميل اهو. بصوا ماسك نفسه.
اهو هسيبه يبرد. وميه الليمون انا سايباها تبرد اهي، انا جبت منها حبه عشان اوريها لكم، سايباها تبرد خالص وهقول لكم هنعمل مع بعض ايه. ودلوقتي اهي ميه الليمون بتاعتي اللي انا قلت لكم احنا مش هنيجي جنبها خالص، يعني مش هنستخدمها دلوقتي خالص اهي، هديت خالص. هعمل فيها ايه؟ هحط فيها معلقه سكر خلاص، وهحط فيها، هدوب فيها الملح بتاعي كله. بسم الله. خلاص. وبصوا، عارفين الخلطه اللي احنا كنا عاملينها دي؟ هاخد منها معلقتين برضو على ميه الليمون اهو، بس كده. ده كله هدوبه مع بعضه، بس هحط رشه زعفران. رشه الزعفران دي اختياري مش اجباري، ممكن تحطي مكانها كركم بس. ده كله هدوبه كده كله مع بعض، هدوبهم حلو جدا لغايه لما اتاكد ان الملح كله داب. هركنها على جنب، وهنيجي ناخد الخلطه اهي بتاعتي. هنعمل ايه؟ بصوا احنا هنعمل دلوقتي حركتين، يعني هنعمل ايه؟ حاجتين كده حلوين. اهي الليمونه، هتمسكي الليمونه كده اهي وكده، وتحطي كده اهي فيها، وتجيبي البرطمان بتاعك، اهم حاجه يكون نضيف ونشف، وتحطيها كده اهي. هعمل كام واحده وهوريكم البرطمان. هعمل حوالي 3 صفوف، وهقول لكم هحط ايه. بصوا اهو انا بحطه كده اهو، هعمله واوريكم. وفي ميه الليمون هنعصر فيها حوالي بالظبط 6 ليمونات، وهنخلي القشر بتاعهم عشان ممكن نحتاجه. خلاص اهو كده هو ايه، جاهز معايا. هقلبها بقى حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بصوا بقى، بسم الله، ان شاء الله يطلع جميل. لازم الميه تغطيه خالص. اهو خلاص اهو. بصي بقى اهو برطمان الليمون بتاعي كده اهو جاهز اهو، كل الليمون متغطي. هرش رشه بسيطه جدا من الزيت على الوش. وزي ما احنا شفنا انا رصصت اول برطمان صغير كده، والليمون اللي عندي الباقي كله انا حطيت الخلطه في الحله، حطيت عليها الميه بتاعت الليمون، حطيت عليها الليمون والفلفل، ما حشيتش واحده واحده، قلبتهم كلهم مع بعض بايدي، واتاكدت ان الليمون كله خد من بعضه، وهنزل بيهم في البرطمان بتاعي اهو. طب البرطمان ده لو حسيت ان هو كبير اعمل ايه وكميه الليمون صغيره؟ ممكن عادي تاني يوم لو ما عندكيش بقيه ليمون وفلفل، تاني يوم تجيبي ليمون وفلفل، الليمون برضو تسلقيه وتشققيه وحطيه من غير ما تخليه، يعني من غير ما تحطي فيه اي حاجه زياده، هو هيشرب كله من بعضه. ودلوقتي هسمي بالله. وبكده اهو خلصت الليمون. يا رب تكون طريقته كانت سهله وبسيطه عليكم، وان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وما تنسوش تدوسوا لايك، تعملوا شير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.